بالنسبة لسقف الكنيسة المعلقة، سقف الكنيسة المعلقة ده من سعف النخيل، لذلك واخد شكل اللي هو نحس آرك. نحس آرك اللي هو فلك نوح. فلك نوح، طوفان نوح ذكر في سفر التكوين لما حصل الطوفان وكان في أولاد نوح تم إنقاذهم ونوح تم إنقاذه، واللي حصل ان تم خلاص اولاد نوح ونبي الله نوح من شرور هذا العالم. فايضا تعتبر الكنيسة المعلقة هي خلاص النفس البشرية من هذا العالم. اللي بيدخل الكنيسة المعلقة بيحس بارتياح نفسي، سواء انه يأتي من اي مكان او يأتي من اي بقعة في العالم، او يدين بأي دين أو بأي فلسفة، سواء البوذية أو لا يعتنق بالمسيحية أو بيؤمن بديانة أخرى. مجرد أنك تدخل هذا المكان بتحس أن فيه ارتياح نفسي، راحة، طمأنينة غير عادية، وخصوصا لما بتجلس على المقاعد الخشبية وبتنظر كده في السقف الأعلى اللي هو الخشب اللي هو واخد شكل فلك نوح. هذا الشكل طبعا اللي قال الكلام دوت ناس كتير من جنسيات العالم دخلوا هذا المكان وكتبوا ذكرياتهم وكتبوا شعورهم لما دخلوا الكنيسة المعلقة، سواء من كوريا الجنوبية، من كوريا الشمالية، من جميع بقاع العالم. كتبوا شعورهم انهم بيشعروا بشعور غير عادي، بسلام وطمأنينة عندما يدخلوا إلى هذا المكان. نشوف الشكل التالي. بص حضراتكم، لو أنا عديت، أنا عندي في بولبت، لو أنا عديت اللي هو المنبر، لو أنا عديت الموجود الأسفل، الموجود اللي داخل الأعمدة اللي شايلة التي تحمل اللي هو المنبر ده، هلاقي في واحد على اليمين، وده الجزء اللي على اليسار. الجزء اللي على اليسار هو نفس المنبر، نفس التكوين ونفس الشكل. لو دققتوا كده النظر هتلاقي فيه برضو نفس الرسمة او نفس الشكل الهندسي اللي موجود، اللي هو عبارة عن دايرة ثم صليب. هو نفس الشكل متكرر، اللي هو عبارة عن نموذج آخر من المنبر برضو يعتليه الكاهن عشان يلقي الوعظة للشعب. أشوف برضو الشكل التالي. بص حضراتكم لهذا الشكل. ورا هذا الشكل في عمود. هذا العمود ده ليه قصة مشهورة جدا في تاريخ البطارقة وأيضا في علم الآثار. العمود اللي ورا هذا المنبر هيتضح أكتر مع الشكل اللي جاي. هبص كده للشكل التالي.